السلام عليكم. دخل عليا اتنين من شويه من بتوع القروض، قالوا لي انت فاتح مشروع، ما تاخد قرض وتكبر مشروعك وتشتغل اكتر. قلت لهم انا مش بتعامل بربا. قالوا لي هو انت عايز تاخد مننا فلوس وما تدفعش عليها حاجه؟ قلت لهم لا، انا لو هاخد فلوس من حد هاخدها على نظام شراكه، مكسب وخساره. قالوا لي طب ما البيع بالتقسيط زي القرض بالظبط. هو ده الموضوع اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. هو فعلا البيع بالتقسيط زي القرض؟ ايه هو الربا؟ الربا هو كل قرض جرى نفع. ايه هو البيع؟ البيع ان واحد بيع معاه فلوس، بيروح يشتري سلعة ويتملكها، هو ده الشرط. بيشتري سلع ويتملكها وبعد كده باعها كاش، باعها بالتقسيط، ده كله جايز. يبقى الفرق بين البيع والقرض، البيع بالتقسيط ان اللي بيع بالتقسيط بيجيب السلعة ويتملكها، راح اشترى شنط، راح اشترى ادوات منزلية، اشترى الحاجات دي وتملكها، وبعد كده حب يبيع كاش ماشي، حب يبيع بالتقسيط ماشي.